بينا. وهنبدأ في المحاضرة التانية إن شاء الله. بس ما تنساش، لو أنت ما اتفرجتش على المحاضرة الأولى لازم تتفرج عليها دلوقتي. واوعى تكون مش مشترك في قناة الواتس بتاعتنا. خش سجل دلوقتي قبل ما تبدأ. يلا بينا. كنا واقفين في المحاضرة الأولى عند التكست وخلصتها بفضل الله. هنخش بعد كده، طبعا احنا ده كله لسه داخلين من الباب، لسه ما نزلناش تحت المطبخ. ولا انتوا نسيتوا؟ لو نسيتوا رجعوا اتفرجوا على المحاضرة الأولانية تاني. تمام. وهنخش في أول حاجة في المحاضرة التانية، وهي الاستيكرز. الاستيكرات دي جميلة جدا، بتستخدم في كذا حاجة يعني في الشغل. بس أنا أكتر حاجة بالنسبة لي أنا بستخدمها فيها اللي هي الأسهم دي. الأسهم دي بتبقى كويسة، بتفيدني في حاجات كتير، بتسهل عليا حاجات كتير إن أنا أعملها أنا بدل ما أعملها أنا، يعني موجودة السكات جاهزة. ومش هنطول فيها لأن هي مش محتاجة تطويل يعني. مش محتاجة حاجة يعني. هنخش في تاني حاجة معانا، وهي الإفكتات. الإفكتات بتفرق كتير وبتوضح الشغل، بتظهر إن أنت فعلا راجل بتفهم، راجل مونتير يعني. في حاجات مثلا زي ديت، بس طبعا ده ملوش دعوة لأن المشهد أصلا هادي، مشهد جميل. أضيف أنا برق ورعد والكلام ده، فلاحظ أنت بتضيف إيه. تمام تمام. مثلا في المشهد ده ممكن مثلا أضيف دي، يعني أضيف الإفكت ده. الإفكت ده فعلا يعني بيوضح اللي هو إيه، بما إنه أصلا مشهد هادي. فأنا بقى عاوز أضيف اللمسة الجمالية إن هو لا، ده مشهد كمان من الطراز القديم زمان وكده يعني، وحاجة أبيض وأسود. مع إن هو هادي، مع يضيف اللمسة بتاع الراحة اللي أنا كاتبها هنا، اللي هي ديت. لو فاكرينها يعني، شكلكم ناسيين المحاضرة الأولانية. أنا قلت اتفرجوا على المحاضرة الأولانية وبعد كده تعالوا. دي يعني ده كده بالمختصر الإفكتات. هنخش في الترانزيشن. والترانزيشن هنا جميلة جدا جدا الصراحة. طبعا احنا يعني في الكورس المدفوع بنعلم ازاي اصلا تعمل ترانزيشن يعني انت اللي تعملها بدل ما تجيب ترانزيشن جاهزة. يعني بيخليك مونتير يعني. زيها زي الإفكتات. تلاحظ انت بتضيف ترانزيشن ما بين ايه. يعني مثلا ما نضيفش الترانزيشن، يعني الترانزيشن ده هادي جدا وحاجة كويسة، ما ضيفوش هنا ينقل ما بين مشهد هادي لمشهد صاخب. يعني فاهمين؟ يعني ده مشهد هادي، مشهد صاخب، ما ينفعش تنقل ما بينهم بترانزيشن هادي زي دي. فهنقوم جاي عاملين كده، لاغينها، هنمسحها من هنا. هنيجي هنا مثلا نعمل هنا سبليت مثلا، بعدين نقوم جاي حاطينها. هو طبعا ترانزيشن هادي، والمشهد نفسه هنتقل من مشهد لمشهد تاني، بس من مشاهد هادية، مشاهد بسيطة جميلة. فهتلاقي المشهد نفسه كده. فاهم؟ المشهد كويس، الطريقة كويسة، الترانزيشن كويس. طب أنا مثلا عايز أقلل سرعته أو أزود سرعته من هنا. أنا كده قللت سرعته، هتلاقي مثلا كده. فهنا طبعا بقى إيه، بقى شكله يعني مزعج جدا أصلا، حاسس إن هو فلاش قد مرة واحدة كده. ده بالمختصر الترانزيشن برضه. في الكابشن لو انت عندك بقى، هنا هنخش في الكابشن لو انت عندك فويس اوفر بتتكلم في الفيديو، مجرد ما تعمل هنا الجنريت هنا خلاص بيبدأ يولد لك الكلام اللي انت قلته فعلا في الفيديو، وتبدأ تعدل عليه. وهتستخدمه زي يعني هتعدل عليه كأنك عدلت على التكست لما احنا كنا عاملينه هنا. لو انتوا فاكرين دي، التكست ده زي ما كنا معدلين عليه هنا كده، هيبقى زيه زي البتاع الكابشن، هيبقى زيه بالظبط. الكلام هيظهر لك هنا، موجود هنا في نفس التايم لاين هنا كده، في تايم لاين واحد. تقوم جاي داخل معدل عليه وبس كده. هنخش في الفلتر. الفلاتر هنا برضو يعني هو بيعمل لك اسطمبة ألوان جاهزة، بتضيفها على طول على حسب بقى هي كويسة تنفع شغلك ولا لأ. انت بقى اللي بتختار. زي دي مثلا، يعني لو فاكرين الأولانية كانت ديت نفس الشبه، بس ايه مع الحواف دي زيادة الحواف دي. يعني ممكن برضو بنعملها، برضو بنعلم الشباب في الكورس المدفوع ازاي يعملوا الحواف ديت بشكل كويس، ويخلوها فعلا لها تأثير سينمائي فعلا. انما هنا من غير التأثير، فتحس فعلا هو اي شكله كويس وقديم شوية، مد العتاقة شوية، بس برضو تحس انه لا مش محتاجة لمسة جمالية. بتضيف بقى، انت ممكن تستخدم اي فلتر تاني عادي، الفلاتر هنا كتير يعني كويسة جدا. هنخش هنا في الادجستمنت. الادجستمنت هنا في فرق ما بينها. بص، في هنا ادجستمنت برضو. الادجستمنت ديت والادجستمنت ديت، الفرق ما بينها ان انا دهيت اللي انا فيها ديت بعدل على الجزء ده، بعدل على الجزء ده من الفيديو. طب لو انا عايز اعمل الادجستمنت ديت، بقوم جاي ساحب كده، حاططها هنا،
وعايز اعدل على الالوان، لا هي بتعدل على كل اللي تحت ده. يعني مثلا لو انا ضفت ده كده، هاجي اعدل على اللون، فاقوم جاي فاتح دي، هتفتح لي نفس القايمه، بس الفرق ما بينها وما بين التانية هوريكم دلوقتي. اللي هو كده مثلا هتلاقي ديت واخده لون، فعلا دي نفس واخده نفس اللون اللي هي دي. فالفكره ما بين الادجستمنت دي والادجستمنت دي ان هي بتعدل على كل اللي تحتها، على اي تايم لاين تحتها. طيب نرجع نوضح الفكره بتاعت طب ايه يعني نوضح ديت ازاي برضو. يعني لو انا عملت دي كده مثلا اهي، خلينا مثلا في التأثير التيمب ديت نخليها حارة جدا يعني كده. شايف التأثير ده؟ أنا لو التأثير ده جبته هنا ده، فاهم؟ تلاقي التعديل معمول على جزء معين أنا حددته بإيدي، إنما الأدجستمنت ديت اللي هي ديت بتعدل على كل التايم لاين اللي تحتها. تمام تمام. وكده نكون خلصنا أول جزء من البرنامج اللي هو الباب، المدخل للبرنامج. لأن إحنا قلنا البرنامج متقسم على 3 أجزاء: الباب، المطبخ، الأكلة نفسها. فاحنا كده خلصنا الباب على محاضرتين بفضل الله. ما تنساش تقول لنا ايه رأيك في المحاضرة، وتشير اللينك مع اصحابك لكل الناس اللي حابب ان هم يستفادوا. ولو ما كنتش اشتركت في قناة الواتساب هتلاقيها في الديسكريبشن، خش اشترك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.